السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. واش راكم دايرين فيها؟ مازلتوا مع الكاطو ولا كملتوا؟ انا والله غير مازالني معاه ندور كما راكم تشوفوا. تانيك البارح خدمت هذا الموديل وصورته باش نشاركه معاكم. نبداو ان شاء الله على بركه الله. الحاجه الاولى درت 250 غرام زبده، زدت معاها قرصه تاع الملح، وتانيك وحده لافاني، ونص كاس تاع سكر غلاس، وزوج صفار بيض وبيضة كاملة. بالباتر نخلطوا كامل المكونات مع بعض، ونضيفوا معاهم نصف كاس مايزينا. من بعد نضيفوا الفارينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. هنا اللي يكون متواجد معها عطر جوز الهند يمد بنا الشابة بزاف للصابلي تاعنا. انا ما كانش متواجد معايا، بصح انا استعملت في الكريمه نصف كاس تاع جوز الهند، لانه جوز الهند هو اللي راح يمد لنا اضافه شابه بزاف للصابلين تاعنا. هنا الشيرات درتها في ساشي وخليتها تريح 4 ساعة حتى 20 دقيقة هكاك، وجيت نخدم في الكريمة نتاعنا. كما راكم تشوفوا معايا درت 125 غرام تاع زبدة، وزدت معاها نيسلي. انا نيسلي درت عيني هي ميزاني. المهم لا كريم تاعك تكون تتمشى لك في لابوش، ما تكونش هذيك الكريمه اللي شاده روحها بزاف. وضفت معاها تاني نصف كاس تاع جوز الهند. هنا حسيتها مازالت شويه ناشفه، ضفت لها شويه نتاع نيسلي وطلعتها بيا بالباتور، وهكا الكريمه تاعنا راها واجده. عاود وليت العجينه كما كنتوا تشوفوا معايا، قسمتها على زوج، حليتها بالحلال. جبت الطابع تاع الدائره هذا يساعدني بزاف، وتاني كلافورم تاعو تخرج شابه. كملت الحبيبات هادو كامل على نفس الطريقه كما راكم تشوفوا معايا، راني جايبتها حبه حبه حتى بلا ما نكملوا ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للعجينه ليموها بنفس الطريقه اللي ليمت بها انا. خياتي ما توشيهاش كاع بيدك. وهذه هي. وجربوه الشيرات والله ما راح تندموا عليه، قطو ساهل خفيف تمتميت تخدم، وتانيك بنا شابه بزاف. وهذه هي خياتي، مادام رانا عايشين رانا نتعلموا من بعضنا. وتانيك تسمعوا بهذيك المقوله تاع يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. اما اللي يروحوا للنهر تاع يوميات مشرفه تربويه وتلقاو فيه الخير والمصداقيه ووصفات يتمدوا من اعماق القلب. ايا درك اختي واش ديري البلان تاعك باش ندخلوا الكاطو تاعنا للفور. وبعد ما درت الكاطو تاعنا يطيب، جبت طبسي ودرت فيه شويه نتاع نواه كوكو، وضفت معاه كميه من نسلي. ونقعدوا نخلطوا فيهم حتى نتحصلوا على عجينه نخدموا بهم كريات صغار فقط للتزيين. المهم تكون عجينه تاعك يعني تتشكل كريات صغار، ومن بعد ما نشكلوهم نرمدوهم في جوز الهند وهكا باش يعطونا شكل شباب ومنظر شباب. نكملوا كامل الحبات بنفس الطريقه بلا ما راه الكاطو تاعنا يطيب، ولا كريم تاعنا خدمناها، يبقى لنا فقط لا فينيسيا. وهنا بعد ما طاب الكاطو كما راكم تشوفوا معايا، شعلت عليه من تحت بلا ماده هذيك الحموريه، وعاود شعلت عليه من الفوق قد نشوف فيا برك نشف هذا مكان. ودركا نبداو في عمليه التزيين. بديت بكريمه الزبده، حطيتها على اطراف الحبه تاع الصابلين تاعنا، وفي الوسط درت لاباتا تختيني. وبنفس الطريقه نكملوا كامل الحبيبات تاعنا. وحاولوا انكم تكثروا من كريمه الزبده، وبيسك هي اللي راح تمد لنا وشباب للصابلي نتاعنا. والحواف فيليق تاني كنفينيوهم مليح بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، وهكا نكملوا كامل الحبات وتكون واجده للكلاصاج. انا هنا درت شوكولا بيضاء، ذوبتها فوق حمام مائي ومزت لها حتى اضافات واحد اخرين، خلطتها حتى وين اللي دابت. هنا الشيرات تسمحوا لي كنت حاطه روحي راني كاميري، شهيه لقيت روحي دايره بوز وما فقتش حتى من بعد. مزيه اللي جات غير في هذه وما راح ليش كاع الفيديو الحمد لله. هنا جبت الكوريات اللي خدمناها مقبلات للتزيين، وانا درتهم بهذا الشكل، والتزيين يبقى دائما اختياري. ودركا خياتي الى صحن التقديم.
وهذه كانت النتيجة النهائية. شيرت جربوه ما راحينش تندموا عليه، هذه أكيد. وتاني كي عجبكم الفيديو جام أو كومنتير، ما تبخلوش خدكم. ودركا ما بقالي غير نقول لكم موفقين إن شاء الله. سلام.